Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Imamah binti Muhammad Ruqi. في هذا اليوم سأقدم مراجعة لكتاب عقيدة المؤمن من تأليف أبو بكر جابر الجزائر، ومن منشورة دار السلام. يتحدث هذا الكتاب عن عقيدة المؤمن في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. قبل الدخول في محتوى الكتاب أعرف بالمؤلف، وهو شيخ أبو بكر جابر الجزائر، أحد العلماء المعروفين في العالم الإسلامي. ولد في الجزائر ثم انتقل إلى مدينة المنورة وعمل مدرسا في المسجد النبوي، وقد ألف عددا من الكتب المهمة في العقيدة والتفسير والتربية الإسلامية. وفي هذه المراجعة سأركز على المحتوى ابتداء من الصفحة 146 إلى نهاية الكتاب. وفي هذا الجزء تناول المؤلف أركان الإيمان، وهي الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. أولا شرح المؤلف وجوب الإيمان بالرسل عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. كما بين صفات الرسل الواجبة مثل الصدق، الأمانة، التبليغ والفطانة. وكذلك يجب على المسلم الإيمان بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ختيم الأنبياء والمرسلين. تظهر أهمية الإيمان بالرسل في أنه يعلم المسلم الاقتداء بهم في أخلاق والسلوك، فالرسل هم أفضل الناس خلقا وعبادة. ومن خلال الدراسة سيارتهم يتعلم المسلم الصبر، الصدق، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث المؤلف عن الإيمان باليوم الآخر، وبين أن جميع الناس سيبعثون بعد الموت للحساب والجزاء على أعمالهم في الدنيا. وشرح مواضع مثل عذاب القبر والبعث والحساب والجنة والنار. الإيمان باليوم الآخر له آثار عظيمة في حياة المسلم، فهو يدفعه إلى فعل الخيرات وترك المعاصي. عندما يعلم المؤمن أنه سيحاسب على أعماله فإنه يحرص على أن يكون صالحا في أقواله وأفعاله. وفي الجزء الآخر ناقش المؤلف موضوع القضاء والقدر، وبين أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أو شرا، ولكن الإنسان مطلوب منه السعي والاجتهاد. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنه يورث طمأنينة في النفس والرضا بما قسمه الله تعالى، فالمؤمن لا ييأس عند المصيبة ولا يغتر عند النجاة، بل يعلم أن كل شيء بحكمة الله وتقديره. ومن الناحية الأكاديمية أرى أن هذا الكتاب جيد جدا، لأن المؤلف اعتمد على أدلة من القرآن والسنة، وكما أن أسلوبه واضح وسهل الفهم. وفي رأيي هذا الكتاب مناسب للطلاب والعامة، وفيه تقوية للعقيدة والإيمان. وفي الختام فإن كتاب عقيدة المؤمن من تأليف أبو بكر جابر الجزائر يعتبر من الكتب المفيدة في تقوية الإيمان وبناء شخصية المسلم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.